السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى، انا هنا كنت بكمل الفرش اللي انا فرشته في العيد. ده كان فرش العيد، فبكمل بقى الفرش كده معاكم. واسفة جدا مرة تانية على تأخير الفيديوهات، بس عندي فيديوهات عايزة منتجها وانزلها، وتعتبرهاش روتين عيد، اعتبروها ايه، بشجعكم كروتين، اي كروتين عادي يعني. هتشوفوني هتتشجعوا ان شاء الله وتقوموا تعملوا اللي ورا منكم. وبالليل كده قوموا بالليل، حتى لو بتتفرجوا عليا بالليل عادي جدا قوموا اعملوا. انا عايزه اقول لكم دلوقتي كانت تقريبا 2 كده، اوكي؟ فعادي جدا يعني نشتغل في اي وقت. كان خلاص فاضل يومين على العيد، وانا كنت بقى بحب يعني ايه ابقى ما بقاش محتاسه كده لاخر يوم في العيد. فكنت ايه بعمل، وعملت بقى تغيرات في الاوضه لسه هتشوفوها. عايزه بقى رايكم، وعايزه كل واحد يكتب لي كده رايه في التعليقات. فانا عايزه اقول لكم احنا كنا بالليل، فانا مشغله الفلاش عشان كده تلاقوا الاضاءه ضاربه كده، لان الاضاءه في اوضه عيالي مش حلوه خالص. عايزه يعني تزود نمط وكده، بس قلت ما فيش حاجه هتوقفني يعني. وكنا الساعه 2 بالليل، قلت لا والله ما في حاجه هتوقفني. هنا بقى اول حاجه بدات اعملها كده، كنت عماله انضف الشباك زي ما انتم شايفين، وامسحه بقى من اي تراب وكده. انا على فكره كنت من كام يوم كنت شايلاه غسلاه، بس طبعا جه عليه تراب تاني لان احنا في الصيف يعني، فالتراب ما بيخلص. فقلت ايه لازم برضو يتمسح مسحه حلوه كده. غيرت نظام الأوضة، أكيد ملاحظين. بصوا السرير معمول ازاي، هتشوفوا في الآخر. طبعا السرير كان تحت الشباك ده، الناس اللي متابعين يعني عارفين ان الكومودينو كان تحتي. فلا الأوضة اتغيرت، نظامها حلو قوي، عاجبني، وسع الأوضة. بس للأسف مش هينفع يفضل كده على طول، لأن النظام ده ما بيخليش باب الأوضة يتقفل. يعني باب الأوضة يترد بس ما يتقفلش للآخر. فأنا سبته كده في الصيف عادي، ما فيش مشكلة. انما بقى في الشتاء لا، الاوضه بتبقى ساقعه جدا، اوضه ولادي بتبقى ساقعه جدا. فلازم يبقى باب الاوضه مقفول عليهم وهم نايمين عشان ما يدخلهمش هوا يعني. وقلت اخلي النظام ده كده في الصيف. هنا بص، أنا كنت بطلب من كريم يجيب لي المفارش، ان انا حاطه ترابيزه التلفزيون في جنب الدولاب كده، اللي النور ضارب فيه ده الدولاب. هتشوفوا نظام الاوضه في الاخر. حتى جنبه بقى ترابيزه التلفزيون. فكنت ايه بقول له هات المفارش عشان امسح الترابيزه وامسحها. خلاص هنا بقى كنت بقى السراير بقى هم العيال بصوا ممرمطينها. طبعا الأوضة لما بتبقى حوسة كده، عايزة اقول لكم بيلعبوا بقى ويتنططوا ويرموا الملايات من على السرير، كل حاجة بيعملوها يعني. انما النظام بيخليهم هم ذات نفسهم منظمين. لما تبقى الشقة هرجلة بقى، عشان بنشيلنا سجاد وغسلنا سجاد والشقة على البلاط ومش عارفة ايه، فهم العيال بيحسوا ان احنا في هرجلة، فنكمل هرجلة، فاهمين؟ عمر ما تبقى شقتك كده شايله ستاير ومفارش وسجاد وتلاقيها مترتبه، مع ان في ناس بيعيشوا على يعني ما بيفرشوش في الصيف. بس لا، ما احس ان الشقه يعني مجرد ما بتمشي فيها كده بتحس ان هي مكركبه. ما اعرفش ليه السجاد والستاير والمفارش بتحسي ان الشقه كده ليها، بتحس ان هي نظيفه. فاهمين قصدي؟ انا بالنسبه لي كده الفرش هو اللي بيبين الشقه. بصوا السرير لو تلاحظوا كده فوقيه الشباك، تمام؟ هتشوفوا في الاخر المنظر. بس بجد الاوضه وسعت قوي وبقت حلوه يعني. بس قلت لكم هي لو يعني عارفين لو مشكله السرير دي تتحل، ان هو ما يقفلش الباب، هسيبها كده على طول والله، لان بجد الاوضه واسعه والعيال بيعرفوا يلعبوا فيها وكده غير الاول. انما مشكلتي في الباب ان السرير طالع حته عند الباب، يعني السرير التاني في وش السرير ده متخيل، وطبعا باب الاوضه كده. مش عارفه انتم فاكرين المنظر ولا لا. ف الباب تحسه ايه، مش عارفه اسرار يعني، السرير طالع سنه عند الباب، فبالتالي الباب بيتقفل، بس مش اللي هو يتقفل للاخر، لا يبقى مردود كده يعني. هما لما بيحبوا يقفلوه هما نايمين بيردوه بس في الشتاء للاسف ما ينفعش. بصوا بقى الكومودينو حطيته كده وجنبه المكتب كده، معالم الاوضه بدات تظهر لكم. بس انا بقول زي ما بقول لكم مبسوطه جدا يعني بمنظر الاوضه كده. تغيير كمان عارفين، وزي برضو الريسبشن اكيد شفتوه لما غيرته برضو فرحت بيه. صدقوني اي تغيير بسيط في الشقه بيفرح يعني، بتحسي ان انتي عينك شافت حاجه جديده، لان احنا طبعا قاعدين على طول في البيت، فلازم الواحد يغير يعني. فانا كانت عيب شقتي الحمد لله مريحاني، 3 اوض وريسبشن وكل حاجه. بس مساحه الاوض صغنطوطه، اللي هي عارفين تحطوا الاوضه كده، هي مش هتنفع غير كده. كل شقتي يعتبر كده يعني، الركنه ما ينفعش اغير فيها. الريسبشن يعني انا لسه جات لي الفكره دي، الاوضه دي برضو لسه جايه لي الفكره، بس طبعا تلاقي لي فيها عقده كده
ما ينفعش تفضل كده على طول. فلازم هترجع على نظامها القديم، كأن الأوضة متركبة على العفش يبقى كده بالظبط، لأن حجم الأوض مش كبير مش واسع. هي الأوضة حلوة، 3 أوض وريسبشن وكل حاجة، بس حجم الأوض مش واسع. بس أنا برتاح لها جدا وبحبها جدا، وازعل يعني نفسي طبعا ربنا يكتبها وربنا يرزقني ويوسع عليا اكتر واروح في مكان اوسع. بس الشقه دي عزيزه عليا قوي، يعني بحبها جدا جدا، روحها حلوه، هواها حلو، برتاح لها. غير سيبكوا بقى من كل ده، الراحه النفسيه. انت ممكن تخشي شقه تكون اوضه وصاله بس تبقي مرتاحه فيها نفسيا، وممكن تخشي اوضه تبقى قصر بس تبقي مش مرتاحه فيها نفسيا. الله اكبر الله اكبر، يا رب ربنا يا رب يرزق كل واحد نفسه في حاجه، حق الاذان ده يحققها له و... ويسعدكم كده، كل حد نفسه في حاجه ان شاء الله باذن الله ربنا يحققها له يا رب. بصوا بقى كده بكنس بقى، انا فرشت، انا سرحت معاكم وقعدت لك، بجد بحب قوي اقعد اتكلم معاكم. بصوا بقى دلوقتي بكنس الارض كده، فرشت السرير زي ما انتم شايفين. صراحة ما جبتش ولا ملايات جديدة ولا الكلام دوت على العيد ده الصراحة، يعني الدنيا بقى الصراحة بقت غالية جدا وطبعا كفاية سعر اللحمة السنة دي. فقلت لا، قلت لا، يعني في حاجات بتبقى أبدى من حاجات، فما اشتريتش بقى ملايات جديدة يعني على العيد ده. بس بقى بصوا الاوضه جنب السرير، الاوضه والله هتعجبكم قوي ان شاء الله. وبرضو عايزه رايكم في الكومنتات، وما تنسونيش بقى باللايك والكومنت الحلو بتاعكم اللي بحب جدا اقعد اقراه. واللي بيتفرج عليا هو مش مشترك، يا ريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. انا والله ببقى نفسي انزل لكم فيديو كل يوم، بس اللي ما فيش تفاعل على القناه، لسه القناه ما كبرتش عشان اقدر انزل لكم فيديو يوميا. انما لو شجعتوني كده ان شاء الله هنزل لكم فيديو يوميا كده، واشارككم بقى كل حاجه بعملها في يومي من اول ما بصحى لحد ما بنام. بس ادوني بس تشجيع وباور كده. كده بقى خلاص اهو، مسحت الاوضه وفرشت السراير ومسحت الكومودينو والمكتب زي ما شفتوا معايا، بس انا كنت عماله لكم معاكم في حته تانية خالص. هفرش بقى السجاد بتاعي. بصوا ما لقيتش غير دي هي اللي جايه هنا. تمام، دي كانت بتاعت اوضه النوم بتاعتي، انا فرشت في اوضه النوم دي كانت بتاعت اوضه النوم بتاعتي الغيار الصيفي، فاهمين قصدي ففرشت في اوضه النوم نفس السجاد عادي، ما فرشتش بقى غيار صيفي هنا في اوضتي يعني، وفرشت لهم دي هنا. بصوا بقى المنظر. حبيت بقى احط الستاره الشيفون دي كده هنا كتغيير يعني بدل الستاره التانية. والسرير بصوا بقى المنظر، حطيت سرير كده بالعرض وهنا سرير التاني. بصوا بقى المساحه اللي بقت ما بين السرير ده والسرير ده كومودينو ومكتب. كانت الاول المساحه بين السرير ده والسرير ده كومودينو فقط لا غير. وبرده كانت المساحه اللي ما بين السراير والدولاب برضو كانت بصوا بقى السرير طالع ازاي عند باب الاوضه، انا هنا بشرح لكم. بصوا السرير طالع عند باب الاوضه، فبالتالي ما الباب ما بيتقفلش عدل. بس الاوضه كده الصراحه، يعني العيال بقى بيلعبوا في الحته المربعه دي بقت حلوه يعني. وبرضو عايزه رايكم في الكومنتات، ممكن اخلي ده كده الصيف. وبصوا بقى حطيت ترابيزه التلفزيون هنا كده والعجله بتاعتهم جنب الدولاب كده كده كده. احنا ما بنستخدمش التلفزيون ده بس. واقول لكم مع السلامه.